وتتبلور مطالب الشعب المؤمن بحقه في وطنه، إيمانه بالحياة وبعروبته الصادقة، وهو يقف على أرضه الصلبة الثابتة. تتبلور مطالبه على أيدي أبنائه البررة المغاوير أفعالا لا أقوالا لأول مرة، ويتجسد الحلم كما تجسد ليلة الفاتح من سبتمبر حقيقة ناصعة واضحة. فالشعب الذي عاف الدجل ولصخت أسماعه الأكاذيب أصبح يؤمن ولأول مرة أيضا بتحقيق الأحلام. وهكذا بدأت مفاوضات الجلاء. وعبرت كلمة الأخ العقيد معمر القذافي لوفد المفاوضات البريطاني عن إصرار هذا الشعب على جلاء القوات البريطانية عن الأراضي الليبية جلاء تاما دون شروط. بسم الله الرحمن الرحيم، وباسم الشعب الليبي تدخل الجلسة الأولى من مفاوضات جلاء القوات الإنجليزية على أراضي الجمهورية العربية الليبية. ويطيب لي في هذه المناسبة أن أحيي جميع السادة المفاوضين أعضاء الوفدين، وأرحب أجمل ترحيب بالسادة أعضاء الوفد البريطاني باعتبارهم ضيوفا في بلادنا. وأحيي رئيسي الوفدين كما استاذن المفاوضين في أن أذكر بالنقاط الآتية، ولا أريد أن أضيع طويلا من وقتكم الثمين، ولكني أعتبرها نقاطا على الحروف. وهي: أولا، إن الجمهورية العربية الليبية غير المملكة الليبية المتحدة. إن الجمهورية العربية الليبية غير المملكة الليبية المتحدة، وإن المملكة المتحدة غير الإمبراطورية البريطانية التي لا تغرب عنها الشمس، وإن عام 1389 هجرية يختلف عن عام 1373 هجرية، وإن عام 1969 ميلادية يختلف عن عام 1953 ميلادية الذي عقدت فيه المعاهدة. ثانيا، أن الاحتلال العسكري شيء مكروه ومرفوض منذ بدء الخليقة، ويفسر التاريخ وأن جميع الحروب والاقتتال كانت مقاومة ورفضا للاحتلال والاغتصاب بواسطة القوة. ثالثا، أن المعاهدات والصداقات والتعاون أمور لا يمكن أن تبنى في ظل السيف وتحت أزيز الطائرات، وهو أمر يقوله القانون الدولي قبل أن نقوله نحن هنا. رابعا، أن حرية ليبيا لا زالت ناقصة ما دام هناك جندي أجنبي فوق أرضها، وإن مطلب الحرية وضعته ثورة الفاتح من سبتمبر في مقدمة مبادئها. ومن أجل الحرية قاتل الشعب الليبي طيلة ربع قرن من الزمان وهو أعزل ضد الغزو الطلياني الفاشل. وإن الشعب الليبي الذي حرك قواته المسلحة في ليلة الفاتح من سبتمبر المجيدة لا يقبل أن يقف على الطريق بعد أن دمر الرجعية وحكم العمالة والتخلف إلا بعد أن يستكمل سيادته فوق أرضه. خامسا، أنا على ثقة من أن الشعب الإنجليزي الذي اكتسب تجارب كثيرة من مختلف الشعوب يقدر قضية الحرية ويقدسها، وما أنتم إلا ممثلين عن ذلك الشعب العظيم. سادسا، إذا كان دخول القوات الإنجليزية لليبيا أول مرة هو لمساعدة ليبيا ضد الاستعمار الإيطالي حقا، فإن على الإنجليز أن ينسحبوا عندما يقول لهم الشعب الليبي الذي ساعدوه وساعدهم انسحبوا إلى بلادكم. وإذا لم يتحقق هذا فتصبح العملية كلها مشكلة استبدال استعمار باستعمار وغاصب بغاصب. والفرصة متاحة أمامكم الآن أيها الإنجليز لتتجنبوا المحظور، وأنا على ثقة من ذلك. سابعا، أؤكد أن بداية دخول القوات الإنجليزية لليبيا كان من الأمور المستصاغة، بل عند الكثيرين من الأمور المستحسنة، ولكن بقاها بعد ذلك فهو من الأمور الغير مقبولة على الإطلاق. ثامنا، أن الجمهورية العربية الليبية أعلنت مبدأ الحياة الإيجابي المطلق، وعليه لا يوجد أي مانع يعيق إقامة صداقات وعلاقات مفيدة بين الشعب الليبي والشعب الإنجليزي إلا وجود القاعدة الإنجليزية بليبيا بصورة مباشرة. تاسعا، أنصح المفاوضين بأن لا يضيعوا الوقت في مناقشة القضية من الناحية القانونية والرجوع إلى نصوص المعاهدة. المسألة المطروحة اليوم مسألة وجود قوات أجنبية تحتل جزء من ليبيا، وليست مسألة معاهدة على الإطلاق. ويكفي أن الرجل الذي صدق عليها هو الآن في المنفى، والرجل الذي أعده هو الآن في المعتقل، والدستور الذي أجاز له ما هذا التصرف هو الآن في سلة المهملات. عاشرا، أؤكد للسادة رئيس وأعضاء الوفد الإنجليزي المحترمين
أنه على أسوأ الأحوال لا سمح الله فالقاعدة ستكون عديمة المنفعة، وخاصة من ناحية العسكرية التدريبية والتموينية بصورة خاصة بالنسبة للإنجليز، علاوة على انعكاساتها الضارة على جميع المصالح الإنجليزية في ليبيا والعالم العربي بل العالم الثالث بأكمله. 11. يقرر أمريكا الوصول إلى اتفاق سريع بروح عسكرية علمية وبروح الرغبة في علاقات جديدة نافعة للطرفين والمزيد من التعاون بين الشعوب، كما أتمنى الوفد البريطاني إقامة طيبة في الجمهورية العربية الليبية. باسمي وباسم الوفد البريطاني أشكركم لكلمتكم الكريمة، وقد سر الوفد البريطاني الوصول إلى اتفاق بخصوص انسحاب القوات البريطانية من الأراضي الليبية، والشعب البريطاني والحكومة البريطانية يشتركون في المشاعر التي عبرت عنها بخصوص بناء علاقة جديدة تناسب الظروف الجديدة وتخدم مصالح البلدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وباسم رئيس الشعب الليبي التي فجرت ثورة 3 سبتمبر المجيدة تحقيقا للحرية الكاملة، تفتتح الجلسة الأولى للمفاوضات إجراء القوات الأمريكية عن أرض الجمهورية العربية الليبية. أولا أن يحيي الشعب الأمريكي صانع الحضارة الأمريكية وغاز الفضاء وراية عصر التكنولوجيا، وأنا أسمع أن أمريكا تقول أنها زعيمة العالم الحر، ونحن نؤمن أن الحر هو الذي يقدس قضية الحرية في كل مكان، فعلى أمريكا أن تبرهن الآن على مدى إيمانها بحرية الشعوب عندما تسحب قواتها فورا ودون قيد وشرط. ثالثا، إذا كانت دخول القوات البريطانية إلى ليبيا له ما يبرره في ذلك الوقت، فإن إقامة القاعدة الأمريكية فوق الأرض الليبية لا مبرر له على الإطلاق، سواء خيانة حكام ليبيا السابقين من جهة وجهل المطلق من جهة أخرى. والشيء الذي بني على باطل فهو باطل، والمعطيات الخاطئة تؤدي إلى نتائج أخطر، حيث أن القاعدة لا مبرر لها من البداية، فكيف يكون لها مبرر البقاء في النهاية؟ وشعب ليبيا رفض حكام الخونة ليلة 3 سبتمبر، ويرفض القاعدة هذه الليلة ليلة 7 شوال. رابعا، أن الجمهورية العربية الليبية أعلنت مبدأ الحياد المطلق عدم الانحياز، وهذا يتعارض مع وجود قاعدة عسكرية لدولة متورطة في حرب دامية مع شعب كشعب فيتنام. خامسا، نحن نؤمن بالسلام القائم على العدل، وبذلك نرضى أن تكون بلادنا قاعدة انطلاق وعدوان لحلف شمال الأطلسي أو غيره من الأحلاف. سادسا، أن الشعب الليبي لا يذكر تاريخ القاعدة الأمريكية بأي خير، وإنما يذكر مسات الفتاة البرية محيطيقة، ويتهم القاعدة مهما كان مدى صحة الاتهام أو عدمه بتدريب الإسرائيليين وبالهجوم الجوي على الدول العربية الشقيقة، وبتعريض سلامة الشعب الليبي للدمار بوجود القنابل الذرية في هذه القاعدة، أو عند مواجهة ساخنة بين أطلس وواكسو. كما يتهمها حتى بأعمال التخريب والتهريب، وما تهريب اليهودي الليبي في صندوق بعد الثورة ببعيد، وما إخراج بنادق القناصة وقضية إخوان في الزوني بخافية. سابعا، وعلى العموم فنحن أمة تغفر قد تغفر ولكنها لا تنسى. ثامنا، رغبة منا في إقامة علاقات سليمة مع الشعب الأمريكي العظيم، وإيمان منا أيضا بأن كافة المعاهدات والاتفاقات والعلاقات التي أقيمت بين ليبيا وأمريكا في ظل القاعدة العسكرية الأمريكية تنقصها الشرعية من جهة ومرفوض الآن من جهة أخرى، فإننا نطلب إخلاء القاعدة فورا دون أي قيد، ليصفو بعد ذلك الجو بين البلدين لبناء علاقة نافعة على أساس من الصداقة والمساواة، لا على أسس الإكراه والتهديد بالقوة. تاسعا، أن الشعب الليبي الذي يطالب بالجلاء التام الناجز الآن فهو يملك بكل تأكيد حق الدفاع عن نفسه وإرادة تحقيق حريته فوق أرضه، لأنه قادر أن يتحول إلى جيش قوامه 1.5 مليون مقاوم، وأن أمريكا أدرى من غيرها بفاعلية المقاومة الشعبية وعجز الأساطيل والجيوش النظامية مهما كانت قوتها. عاشرا وأخيرا، أنا على ثقة منهن روح التفاهم الودي والاحترام المتبادل متوافر اليوم. والسلام. هنا إذاعة الجمهورية العربية الليبية. أيها الإخوة المواطنون، كنا قد وعدنا حضراتكم
لأننا سوف نقدم لكم بعد قليل قرارات هامة صدرت عن مجلس قيادة الثورة. ويسعدنا الآن أن نقدم لكم جميعا الأخ العقيد معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة ليتلو على حضراتكم أحد هذه القرارات. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يكن من المقبول أن يترك الغاصب بما غصب وأن يفلت جلاد الشعب وناهب ثرواته بما غنموا، بل كان حقا وعدلا أن تسترد الثورة للشعب ما فقد وأن تعيد لأبنائه ما سلب. فليست فئات أن يسترد الشعب حقه، وليس ظلما أن يستعيد ثروته. لذلك كان القرار الذي يذكرها الآن مجلس قيادة الثورة رفعا لظلم مستمد سنين طوال وأخذ بالصار وقرارا لعدل كان ينبغي أن يسود منذ اليوم الأول لاستقلال البلاد. وبمقتضاه يعيد الشعب الأملاك العقارية التي اغتصبها الرعايا الطليان أيام سطوة جيوشهم الغازية وإرهاب الحكم الطلياني الغاشم. وعليه أصدر مجلس قيادة الثورة القرار الآتي: قرر مادة 1 تعود للشعب الليبي جميع أملاك الطليان العقارية عند العمل بهذا القرار، سواء كانت أراضي زراعية أو قابلة للزراعة أو أراضي بور أو صحراوية أو أراضي فضاء أو مباني أي كانت، وذلك مع عدم الإخلال بمال الدولة من حق المطالبة بالتعويض نيابة عن الشعب عما لحقه من أضرار أيام الاحتلال الطلياني. وتعود هذه العقارات إلى الدولة بما عليها من الغارات والمنشآت والآلات الثابتة والمنقولة ووسائل النقل والحيوانات وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها. ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القرار بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه إلا إذا كانت صادرة لأحد الليبيين ومثبتة في محرر رسمي قبل 16 نوفمبر 1969 ميلادية، ما لم تكن قد تمت بعد ذلك بناء على إذن من السلطات المختصة.